اليوم ما راحش نهضر على المرأة الشابة الجميلة، وما راحش نهضر على المرأة اللي تعرف الطيب، وما راحش نهضر على المرأة اللي عندها دراهم. راح نهضر على نوع آخر من النساء، المرأة اللي كي تدخل أي بلاصة الناس كامل يبدلوا طريقتهم معاها. راجلها يهدر معاها باحترام، عزوجتها حتى لو كانت تكون قوية الشخصية تعرف وين توقف معاها. الناس يسمعوا لكلامها، وإذا غابت يحسوا بغيابها، وكي تحضر يحسبوا لها ألف حساب. أهلا وسهلا بنوارة القناة، ويا ميت مرحبا بحراير بلادي، الفحلات الشاطرات من الشرق للغرب ومن الشمال للصحراء. اليوم جيت وجبت لكم معايا طاقة كبيرة. يلا حباباتي معا ننجح. بزاف ناس يقولوا عليها هذه عندها الزهر، بصح الحقيقة ما عندهاش الزهر، عندها حاجة أخطر من الزهر، عندها الفهم. فهمت حاجة اللي أغلب النساء مازال ما فهموها. خليني سقسيك، عمرك شفتي زوج نساء الأولى ما تخليش حاجة ناقصة؟ تفيق بكري، توجد الفطور، تنظف، تخدم إذا كانت موظفة، ترجع تكمل شغل الدار، تسهر على الأولاد، وفي الليل تطيح من التعب. وبالرغم من هذا كله تحس باللي ما كانش واحد مقدرها، وأي خطأ صغير يلغي قاع التعب اللي دارته. وفي الجهة الأخرى عينا مرا واحدة أخرى ماشي أغنى منها وماشي شابة عليها، وحتى الخدمة اللي تديرها أقل منها، بصح عندها هيبة، كلمتها مسموعة، وإذا قالت لا الناس يحترموها. علاش؟ واش الفرق بيناتهم؟ هنا لازم نكسروا أكبر كذبة تربينا عليها. قالوا لنا المرأة كل ما ضحت كتر كل ما كبرت قيمتها، بصح في الواقع الناس يتعودوا على التضحية. كي تعطيهم كل يوم يولي العطاء عادي وإجباري، كي تسكتي كل مرة يولي السكوت واجب، وكي تتحملي كلش يولو يطلبوا منك أكتر، حتى يجي النهار اللي تتعبي فيه وتقولي اليوم ما نقدرش. بوم، واش يقولولك باش يقنبلوك؟ يقولولك وش بيك تبدلتي وانتي كي البهلولة؟ لا ما تبدلش، غير راني تعبة اليوم. لا تنسى، فهمت هذا الدرس قبل غيرها، عرفت باللي الإنسان ما يقدرش يعطي من كاس فارغ. إذا تكسرت هي راح يتكسر كل شي من بعدها. على بيها دايما تهتم بروحها بلا ما تحس بالذنب، ترتاح بلا ما تعتذر، وتقول لا كي تكون كلمة لا هي الصح. وهنا تبدأ شخصية لا تنسى الحقيقية، ماشي لأنها قاسية وما تحش بالناس، بالعكس تعرف باللي المرأة اللي تلغي روحها باش ترضي الناس فالتالي تخسر روحها وما تربح حتى واحد. وصلنا للنقطة اللي تبدل حياة أي مرأة. لا تنسى، ما ربحتش الناس لأنها كاملة، الكامل مولانا، ربحتهم خاطرش فهمت طبيعة البشر. السمعي مليح، الناس ما يحترموكش على قد واش تعبتي، يحترموك على قد واش تحترمي نفسك. وهاد الحقيقة توجع بزاف. خليني نعطيك مثال،
كاينة مرا كل يوم تقول خليها عليا، أنا نديرها، أنا نغسل، أنا نطيب، أنا نرتب، أنا نحل المشكل. في الأول الناس يشكروها، بعد شهر يتعودوا، بعد عام إذا مرضت نهار واحد ولا قصرت في حاجة صغيرة يسقسوها علاه ما درتيهاش. شفتي اختي شي اللي كنتي تستناي فيه؟ تستنايهم يقدروك؟ لا، ولا واجب عليك بالسيف عليك. علاش؟ خاطش علمتيهم باللي تعبك باطل مجاني. اما لا تنسى تعرف تعاون، ولكن ما ترفدش العالم فوق كتافها. تعرف تقول اليوم ما نقدرش وما تحسش بالذنب، نورمال، لأنها فهمت باللي الإنسان إذا حرق روحه ما يقدر ينفع حتى واحد. السر الثاني، لا تنسى ما تفسرش كل كلمة، وهذه مشكلة كبيرة عند بزاف النساء. حماتها قالت كلمة تقعد سيمانة وهي تخمم فيها، راجلها نسا ما بعت لهاش ميساج تقول باينة تبدل، صاحبتها ما جاوبتهاش تقول صاي راها تكرهني، وهي في الحقيقة يمكن حتى واحد منهم ما كان يقصد حتى شي. لا تنسى ما تبنيش حياتها على الظنون، إذا كان كل شي واضح تهدر، وإذا ما كانش واضح ما تخليش عقلها يعذبها. خاطرش تعرف باللي أكثر الحروب اللي نعيشوها راها غير في رصاننا الداخل. السر الثالث، وهذا أهم سر، لا تنسى ما تخافش تخسر أي إنسان إذا كان الثمن هو كرامتها. استمعي مليح، كاين نساء يسكتوا على الإهانة باش ما يخسروش رجالتهم، يسكتوا على الظلم باش ما يغضبوش العزوجة، يسكتوا على الاستغلال باش الناس ما يقولوش عليهم متكبرات. السؤال هنا، إذا خسرتي احترامك لنفسك واش بقى؟ لا تنسى تعرف باللي الحب الحقيقي ما يطلبش منك تتنازلي على كرامتك، والاحترام الحقيقي ما يجيش بالخوف، يجي بالمواقف. مرة، مرتين، 3 يشوفوك واضحة يعرفوا الحدود ويحبسوا. السر الرابع، لا تنسى عندها حياة، ماشي حياتها كاملة تدور على راجلها وعلى ولادها ولا على كلام الناس. لا تنسى تقرأ، تتعلم، تطور روحها، عندها هواية، عندها هدف، وعندها حلم. علاش؟ لأنها فاهمة باللي المرأة اللي تنسى روحها سنين في التالي تولي تحوس على قيمتها في عينين الناس. أما المرأة اللي تعرف قيمتها تدخل أي بلاصة وهي مرتاحة وما تستنى حتى واحد يصفق لها ولا يقول لها برافو، هي عارفة شكون هي. وهذه الثقة تبان حتى بلا كلام. إذا وصلتي لهنا باينة راكي تقولي وانا واش ندير باش نولي هكذا؟ الجواب يمكن يفاجئك. ما تزيدي تديري حتى حاجة فوق طاقتك، بالعكس حبسي تديري بزاف صوالح، حبسي تبري كل قرار. بزاف نسا أي قرار يديروه يحسوا لازم يشرحوه، سمحيلي ما قدرتش، والله غير كنت مشغولة، صدقيني ما قصدتش. علاش؟ إذا كنتي محترمة وما تحتاجيش كل مرة تدافعي على روحك. المرأة الواثقة تشرح إذا حبت، وإذا ما حبتش تسكت، لخاطرش تعرف باللي الناس ما عندهمش الحق يحاسبوها على كل خطوة.
الحاجة الثانية، حبسي تجري وراء إرضاء الجميع. واش كاين إنسان في هاد الدنيا الناس كامل يحبوه؟ لا، حتى الأنبياء كان كاين اللي يحبهم وكان كاين اللي يعاديهم. كيفاش حنا نحبو نرضو كاع الناس؟ لا تنسى فهمت هاد الحقيقة، رضات مولانا واحترمت نفسها وتعاملت مع الناس بالأخلاق، الباقي ما يهمهاش. الحاجة الثالثة، ما تخليش قيمتك مربوطة بمعاملة الناس ليك. إذا مدحوك ما تطيريش، وإذا انتقدوك ما تنهاريش، لأن الإنسان اللي يعيش على تصفيق الناس راح يموت بكلام الناس. أما الإنسان اللي يعرف قيمته يبقى ثابت. قبل ما نختم باغية نقول لكل مرة تسمع فيا، إذا راكي طول عمرك تحاولي تكوني مرة كاملة، حبسي. ما كانش مرة كاملة، كاينة مرة تتعلم كل يوم، تغلط وتصحح، طيح وتنوض، تبكي وتضحك وتكمل حياتها. هذه هي لا تنسى. لا تنسى ماشي المرأة اللي الناس يخافوا منها، ولا المرأة اللي تتحكم في راجلها، ولا المرأة اللي تربح كل نقاش. لا تنسى هي المرأة اللي فرضت احترامها لأنها احترمت نفسها. هي المرأة اللي تعرف وقتاش تتكلم ووقتاش تسكت، وقتاش تمد ووقتاش تحبس، وقتاش تسامح وقتاش تقول هنا ويزي. على هذا رجلها يقدرها، ولادها يتعلموا منها، والناس كامل يعرفوا لها قيمتها. الحاجة الثالثة، ما تخليش قيمتك مربوطة بمعاملة الناس ليك. إذا مدحوك ما تطيريش، وإذا انتقدوك ما تنهاريش، لأن الإنسان اللي يعيش على تصفيق الناس راح يموت بكلام الناس. أما الإنسان اللي يعرف قيمته يبقى ثابت. قبل ما نختم باغية نقول لكل مرة تسمع فيا، إذا راكي طول عمرك تحاولي تكوني مرة كاملة، حبسي. ما كانش مرة كاملة، كاينة مرة تتعلم كل يوم، تغلط وتصحح، طيح وتنوض، تبكي وتضحك وتكمل حياتها. هذه هي لا تنسى. لا تنسى ماشي المرأة اللي الناس يخافوا منها، ولا المرأة اللي تتحكم في راجلها، ولا المرأة اللي تربح كل نقاش. لا تنسى هي المرأة اللي فرضت احترامها لأنها احترمت نفسها. هي المرأة اللي تعرف وقتاش تتكلم ووقتاش تسكت، وقتاش تمد ووقتاش تحبس، وقتاش تسامح وقتاش تقول هنا ويزي. على هذا رجلها يقدرها، ولادها يتعلموا منها، والناس كامل يعرفوا لها قيمتها. إذا خرجتي من هذا الفيديو بفكرة واحدة فقط، خليها هذه الفكرة، ما تخسريش روحك باش تربحي الناس، لأن الناس يتبدلوا
الظروف تتبدل، وإذا ضيعتي روحك أصعب حاجة هي ترجعي تلقايها. إذا عجبك الفيديو اكتبي في التعليقات قيمة المرأة تبدأ من احترامها لنفسها، وخليه يوصل لكل مرأة محتاجة تسمع هذه الكلمات اليوم. ما تنسيش غاليتي ديري جيم للفيديو إذا عجبك، أبوني في القناة تحت شعار نجاحي يبدأ من بيتي. دمتم بنفس مطمئن. سلام.